اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايبي في كل مكان؟ صباح الفل عليكم، صباح الهنا، صباح الورد. اللي بيشوفني بالليل مساء الفل عليكم. طبعا اللي بيحصل في الدنيا محزننا كلنا ومحزنني أنا شخصيا، بالذات للناس اللي بيربوا طير. مش عارفين يعملوا ايه مع الطيور مع غلو الأسعار. بنجيب العيش اللي كنا بنجيبه ب3 جنيه النهارده بنجيبه ب11 جنيه. السرسة اللي كانت ب2 جنيه النهارده بنجيبها ب6 جنيه. العلف بكام؟ الدشيش بكام؟ كل حاجة خلاص يعني في الضياع. طبعا ناس مش عارفة تربي طيور، 3/4 الناس اللي بتربي طيور بطلت تربي طيور. واللي كان بيربي 20 بقى بيربي 5، واللي كان بيربي 10 بقى بقاش يربي خالص. الناس هتعمل ايه؟ بس كل حاجة غالية. طيب، طب ما احنا هنبطل نربي طيور، ما احنا برضو مش هنعرف نشتري من بره، احنا برضو مش هنعرف نشتريها. النهاردة الفراخ البيضة الكيلو ب80 وب70 جنيه. هتشتري فرخة 2 كيلو ب150 160 جنيه، تعملي بيها ايه؟ هتشتريها كل اسبوع، هتأكل مين ولا هتكفي ايه؟ بنقول لما ربنا فرختين على بطتين في البيت هنعرف ناكل، هنعرف نأكل ولادنا. فلازم نستحمل ولازم نعديها ولازم نسير الأمور لحد ما نشوف هنوصل لحد فين، لحد ربنا ما يرخيها علينا، لحد الدنيا ما تتظبط معانا. دبري امورك يا ست البيت يا ست الكل، وشويه بط على شويه فراخ، وابتدي ان انت وفري في الاكل. يعني ما تعمليش بقى زي ما كنت بتعملي الاول كانت كل حاجه رخيصه وكنا بنحط بقى كتير وبنحط كم مره في اليوم. النهارده عندك شويه بط عايزه تاكليهم، سيبك بقى من موضوع العلف، هم مقفلين هم كبار. سيبك بقى من موضوع العلف والدشيش والكلام ده، هاتلك بقى شويه سرسه زي دول كده. انا عندي السرسه ديت بتاعه الرز، وكان عندي شويه حته رز. لما بننقي الرز بتاعنا كده بصوا هتلاقيه باين اللي هو الابيض ده اهو. لخبطتهم على السرسه بتاعتي. وطبعا عندنا العيش. جبت انا حاطه جردل كده تحت الحوض بلم فيه كل بواقي الاكل زي ما انتوا شايفين. خاص على خضرة محشي، على رز، على اي حاجة عندك طبعا هتلميها هتحطيها في الجردل ده. ما ترميش بقى حاجة خالص، مش احنا مش في زمن انك ترمي بقى في الزبالة. تمام. وفايض عندك 3 4 ترغيفة عيش، 5 ترغيفة اللي فايض عندك بقى. وهتيجي الصبح كده وانت نازله لطيورك هتيجي واخده الجردل ده وعلى شويه السرسه اللي انا قلتلك عليهم، وهتيجي مقلبه كده ايه كله في بعضه. وده هيبقى اكل البط بتاعك النهارده. وامشي على كده بقى، مادام البط بتاعك مقفل معاكي خلاص ملوش لازمه بقى الدشيش، ملوش لازمه العلف، ملوش لازمه الكلام ده. ما احناش في زمن الكلام ده اصلا. يعني ما عادش ينفع نعمل الكلام ده. انت هتروحي تجيبي كيلو علف ب25 ولا ب23 والشيشه ب15، يبقى انت اصلا يعني تربيه الطير عندك قلتها احسن. لو انت عملت كده هيصرف عليكي كتير قوي، مش هتستفادي منه بحاجه. انما لما تمشي حالك كده شويه خضره شويه اكل فايضين منك على شويه عيش على شويه سرسه زي ما بقولك كده، وتلخبطيهم في بعضهم كده، الطير هياكل وهيبقى زي الفل. وسيبك من الناس اللي بتقولك مش هيتقل ومش هيكبر ومش هيشيل لحم، لا والله العظيم هيكبر وهيزيد وهيشيل لحم. جربي وانت هتعرفي. ما تتكلميش من غير ما تجربي، يعني ما تتكلميش عن الحاجه من غير ما تجربيها. جربيها وبعد كده اتكلمي عليها، احكمي. التجربة خير دليل. يعني خلاص انا مربية الطريق على كده. انا ما قدرتيش ان انا اجيب علف واجيب دشيش واجيب كزب واجيب الكلام ده، طب هعمل ايه؟ وما قدرتيش ان انا اشتري بط من بره الكيلو ب80 جنيه، فراخ الكيلو ب70 جنيه. عايزه اربيلي 5 6 7 بطات 10 بطات وكام فرخه، وعايزه اكلهم من غير ما يكلفوا عليا. اعملي اللي انا بقولك عليه. تمام. انا قلبت اهو قدامكم السرسه على العيش على بواقي الاكل اللي فايض مني الخضره والكلام ده. وهنجيب البط بتاعنا دلوقتي وهياكل وهيبقى زي الفل. تعالوا بقى كده نفتح للبط بتاعنا. طبعا انا حبساه عشان اعرف اقلب الاكل. لو انا سبته كده وانا بقلب الاكل مش هعرف اقلب الاكل، فبحبسه على ما بقلب الاكل بتاعي وبعد كده بخرجه.
بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصي انت شايفه اهو البط طلع على الاكل ما شاء الله، ما اعترضش على اي حاجه، هياكل وهيشبع وهيملى زوره، وده المطلوب. انت شايفه البط قدامك اهو، ايه احجامه حلوه، وكمان هو يا دوب لسه مقفل، يعني ما وصلش للسن ان هو يندبح او الكلام ده. إيه هتسيبيه، كل ما هتسيبيه هياكل طبعا، هيشيل اوزان وهيشيل لحم وهيزيد معاكي. بسم الله ما شاء الله. انما عشان اروح اجيب لي بط زي ده علف وتشيش ومش عارفه ايه، انا يبقى قله التربيه احسن، هيكلفنا اكتر من حقه بكتير. انما انا لازم امشي حالي واسير الامور، شويه السرسه على الكام رغيف عيش، على شويه الخضره، على شويه الاكل اللي يفيدوا منك. لو انت قادره تجيبي له كل كام يوم كام كيلو تشيش، وترمي كل يوم كبشه على الاكل اللي احنا عملناه ده، وتلخبطيهم كده، خير وبركه. مش قادره خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما ترهقيش نفسك وما تعبيش نفسك، ما انتش هتاخدي مصروف بيتك ومصروف عيالك وتصرفيه على الطير. تمام اهو الاكل زي الفل، والبط بياكل ويشرب اهو، الدنيا تمام وزي الفل. عايزاك تصرفي نفسك، وعايزاك تدبري نفسك، وعايزاك توفري. انت شايفه الغلا اللي احنا فيه، وشايفه ما توقفيش على الواحده وتقولي لا البط لو ما كلش علف مش هيكبر، مش هيزيد، مش هيشيل لحم، مش هيندبح. لا يا ست الكل، عايزاك تجربي وبعد كده تحكمي. وانا قلت لكم في كل فيديوهاتي وبقولها تاني، انا عمري ما بوريكم حاجه غير لما بكون مجرباها على طيوري، وعمري ما بنزل حاجه عندي على القناه غير لما بكون مجرباها فعليا على القناه. اجربها وتبقى مية مية عندي في طيوري بنزلها لكم، ما جربتهاش انا ما بنزلهاش. اهو كل حاجه بالتجربه، التجربة خير دليل زي ما بقول. وقدامك اهو كل حاجة، وجربي. طول ما احنا عايشين هنجرب. شايفة الدنيا عاملة ازاي؟ وفري يا ست الكل، والله هتستفادي. وعايزاكي بقى كده ايه، لو استفدت من الفيديو ده تحطي لي لايك حلو كده. وعايزاكي لو بتشوفي فيديوهاتي لاول مره وبتشوفي قناتي لاول مره تشتركي معايا في القناه ودعميني عشان يوصلك كل جديد. انا والله بنزل لكم كل فيديوهاتي على الطبيعه، طيوري من بيتي قدامكم اهيت، ما بجيبش حاجه من هنا ولا من هنا. والاكل اللي انا بحطه للطيور بنزله لكم طبيعي قدامكم، وطيوري بتاكلوا قدامكم. لو عملت وصفه بعملها قدامكم عشان ابقى مجرباها على نفسي. وعلى فكره ما بنزلهاش على القناه اول مره بعملها، لا انا بجربها على طيوري وعلى نفسي الاول فتره، نجحت وجابت نتيجه معايا ببتدي ان انا انزلها لكم على القناه. ما بنزلش حاجه على القناه غير لما بكون مجرباها قبلها على نفسي وعلى طيوري. تمام، حط لي بقى لايك للفيديو الجميل ده، واعملي زي ما قلت لك، ووفري وفري ودبري ومشي امورك عشان ربنا يسهل الحال لما نشوف الدنيا والظروف اللي احنا فيها دي هتعمل معانا ايه. استنيني في فيديوهات جايه كتير، المهم والمفيد عن الطيور.